بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصحاب برج الحمل، نشوف الفنجان بتاعكم. تفائلوا بالخير باذن الله تجدوه يا جماعه. انتم بصوا الفنجان كله رموز، كله رموز ما شاء الله. طاقات كتير منكم واصله لي الفنجان النهارده على فكره. طيب بص يا برج الحمل، هو مبدئيا كده اصحاب برج الحمل يعني في بعض الطاقات منكم بتعانوا الفتره دي من تعب شويه صحي، ماشي؟ فممكن يكون في تعب شويه في المعده عند بعض الناس، بس ان شاء الله باذن الله هيكون يعني عندكم استشفاء يا جماعه باذن الله. قولون عصبي عندكم، في حاجه معصباكم جامد وجايه، يعني الزعل جاي على معدتكم، يعني اي حاجة على طول بتأثر على معدتكم على فكرة، فخلي بالكم من نقطة زي كده. برج الحمل انت بتفكر في الماضي على فكرة، ممكن يكون يعني في شخص راجع ليك من الماضي الفترة دي بيتكلم معاك، او يعني بيحاول ان هو يرجعك ليه بمعنى اصح. بس انا يعني ما انصحكش ان انت تدخله حياتك تاني يا برج الحمل، فخلي بالك من نقطة زي كده، ماشي؟ لان الشخص ده مش كويس، ويعني حاول ان انت يعني تفك التعلق بالشخص ده، وبعدين العلاقة دي مش هتيجي عليك بالنفع، يعني طباعه هي اسلوبه هو تصرفاته مش متغيرة، فخلي بالك من نقطة زي كده. فاحسن ليكم يا جماعة اصحاب برج الحمل، يعني نصيحة مني ليكم، قفلوا على الماضي يا جماعة، ما تفكروش في الماضي ولا تدوا فرصة لاي حد من الماضي يرجع حياتكم تاني. بصوا مش بس من ناحية العاطفة، لا، عن طريق معاملاتكم الشخصية كمان. لو في اصدقاء انت قطعت معاهم، في زمايل انت قطعت معاهم يا برج الحمل، اقطع كل ده وما تفكرش في الماضي خلاص. بص يا برج الحمل، انا عايزة اقول لك على حاجة. انت تعبان، بس مش بس تعبان صحيا زي ما قلت لك، لا، انت تعبان من اشخاص حواليك على فكرة الفترة دي. اشخاص يعني من الواضح ان انت بتتأذي منهم جامد. اشخاص ممكن يكون اتعرضت منهم لمشكلة، او اتعرضت منهم ان هم اتكلموا معاك باسلوب مش كويس، جرحوك، جم عليك، اتعرضت منهم لظلم، غدروا بيك في شيء. فعامة انا شايفاك انت الفترة دي ظاهر لي ان انت مصدوم من اشخاص كتير حواليك، ونفسيتك كمان تعبانة وزعلانة على نفسك، وصعبان عليك نفسك من اللي بيحصل معاك من الاشخاص القريبين منك على فكرة يا برج الحمل. فانت الفترة دي ظاهر لي عامل ازاي؟ ظاهر لي ان انت مش طايق حد، ظاهر لي ان انت عصبي جدا كمان، وظاهر لي ان انت يعني بتحاول الفتره دي ان انت تعزل نفسك او تبعد عن الناس اللي حواليك، وعايز تبعد عن المشاكل، وعايز تبعد عن اي ضغط نفسي يحطك فيه اي شخص. برج الحمل الفتره دي هتقرر ان انت تعزل نفسك وتنغلق على نفسك، وفعلا انت هتكون منغلق على نفسك على فكرة. ويعني انت قاصد كده زي ما قلت لك، عشان خاطر انت مش عايز مشاكل ومش عايز حوارات، وكمان في ناس كتير ظهرت على حقيقتها ليك على فكرة يا برج الحمل. برج الحمل خانقة مسكاك قوي، وزي ما قلت لك انت يعني مصدوم وزعلان، وشايفاك يعني الخنقه دي محتاج ان انت تغير من المكان اللي انت فيه، او محتاج ان انت تبعد عن الاشخاص اللي انت محطوط تحت ضغط معاهم على فكره، لان انت جايب اخرك، وفي اكتئاب عندك، وفي زعل، وفي خنقه زي ما قلت لك، وفي طاقه مش كويسه كده مسيطره عليك، مخليه مزاجك مش قد كده، وانت مالكش نفس ان انت تتكلم مع حد، ولا عندك خلق ان انت تعرف حد اساسا الفتره دي على فكره. اتطعنت بما فيه الكفايه، والمرحله دي من الواضح ان هي مرحله صعبه عليك، بس عامه انا شايفه ان هي هتعدي معاك على خير. انت صعبان عليك نفسك لان انت وقفت جنب ناس كتير، وضحيت عشان خاطر ناس كتير، وعملت خير مع ناس كتير، والناس دي للاسف هي ما تمرش فيها نهائي. لو وكمان
هي سبب التعب اللي انت فيه، وهي سبب اللي يعني زي ما بنقول كده ايه، الحالة او الطاقة اللي انت فيها السلبية اللي انت عايش فيها. فاحسن حل اللي انت خدته ان انت تقفل على نفسك، وان انت ما تعرفش يعني حد حاجة عنك، وان انت تحافظ على اسرارك. ده احسن حاجة انت فكرت فيها ان انت تعملها يا برج الحمل. برج الحمل عايزة اقولك على حاجة كمان، انت عندك ممكن يكون في امور واقفة معاك الفترة دي، والامور دي خانقاك على فكرة، فبالتالي هي برضو يعني مزعلاك، الامور دي متعطلة معاك شوية، فهي معكنيناك مخلياك انت مش عارف راسك من رجليك، مش عارف اذا كانت امورك الواقفه معاك دي هتمشي ولا مش هتمشي، هتكمل ولا مش هتكمل. فدي من ضمن الحاجات اللي مضايقاك او على فكره وخانقاك الفتره دي. فانا شايفاك بصراحه انت زي ما قلت لك ولا طايق نفسك ولا طايق حد، وزي ما تكون عايز تطفش يا برج الحمل من الكوكب خالص من كوكب الارض خالص والله العظيم. بص يا برج الحمل، عندك مناسبة حلوة بإذن الله هتحضر فيها أو هتتعزم عليها، مناسبة تخصك أو تخص حد قريب منك، ماشي؟ في علاقة أنت فيها يعني بعض الطاقات منكم العزاب بتنطبق على الرجل والمرأة منكم، بتفكروا ان انتم ترسموا العلاقة دي على فكرة، يعني بتفكروا ان انتم تاخدوا خطوة فيها، خطوة ارتباط على فكرة، عايزين تستقروا بقى لان انتم تعبتوا من الواضح كده. بتفكر يا برج الحمل ان انت تدخل مشروع جديد او في شراكة معروضة عليك ممكن الفترة دي، فخد وقتك في التفكير وما تستعجلش، ماشي؟ لان الامور اللي فيها فلوس ممكن تتعرض منها للنصب او للخساره، فخلي بالك من نقطه زي كده، لان انت بالفعل الفتره اللي فاتت اتعرضت لخسارات كتير، فانت مش ناقص. فحاول بس ان انت تفكر في اي شيء هتدفع فيه فلوس، فكر فيه كويس عامه، ماشي؟ لان انا شايفاك يا برج الحمل انت شغال على نفسك وبتحاول ان انت تعوض على فكره خسارتك اساسا اللي انت خسرتها الفتره اللي فاتت، ففيك اللي مكفيك، فانت مش ناقص كمان حد يجي يحط عليك ويوقعك في خساره او يخسرك ماديات. فانت يعني زي ما قلت لك يعني خلي بالك من نفسك، احذر، فكر في كل امورك كويس وما تستعجلش، وحاول تخرج من طاقه العصبيه اللي انت فيها، وبصي امورك كلها باذن الله الفتره اللي جايه هتكون بخير، ماشي؟ الفتره دي هتلاقي نفسك واقع في حوارات، وهتحس كده ان في كيلو قال كتير، وفي يعني زي فتن، في زي كذب كده من بعض الاشخاص، ودي حاجه على فكره مش هتعجبك، ودي حاجه هتضايقك، لان انت من الناس اللي ما بتحبش الكلام ده، وبتحب يعني اللي قدامك يكون صادق، يكون سليم في كلامه او في وعوده عامه. انا شايفاك الفتره دي من اللي انت هتشوفه مش هتبقى واثق في حد على فكره يا برج الحمل، فالثقه هتكون معدومه عندك من ناحيه الاشخاص اللي حواليك. فكمان ممكن تصرفات الناس يعني اللي هي هتكذب عليك، او هتحس ان هي بتحور، او هتحس ان هي يعني في فتنة كده بتعملها، تصرفاتها دي هتزعجك، فممكن انت يكون عندك مواجهات. فحاول برضو ان انت يعني ما تكونش في مواجهه مع حد الفتره دي، عشان خاطر بس ايه ما تعطلش نفسك وتعطل امورك في حرب مع الناس. الناس اللي حواليك ناس سلبيه، الناس اللي حواليك عايزه تعطلك يا برج الحمل، فانتبه لنفسك وانتبه لمصالحك وانتبه لشغلك عشان تقدر تفكر كويس في امورك، ماشي يا برج الحمل؟ برج الحمل في شخص انت مديله فرصه او اخر فرصة انت مديها له، لو الشخص ده ما تعادلش معاك او غير طريقته اسلوبه معاك، او هو رجع عن اللي هو بيعمله ناحيتك من اذى او من شر او من اي شيء وحش انت شايفه منه، الشخص ده انت يعني مش هترحمه بمعنى اصح، الشخص ده انت هتفرمه بمعنى اصح، لان انت جايب اخرك من شخص، الشخص ده من الواضح ان يعني ايه اذاك كتير وجا عليك كتير، والشخص ده انت بتحبه او الشخص ده عزيز عليك، عشان كده انت لحد دلوقتي مش عايز تعمل له اي حاجة على فكرة يا برج الحمل. برج الحمل عندك موضوع متعلق بسفر على فكرة، ممكن يكون يعني الفترة اللي جاية انت ناوي على سفر، بس ممكن يكون يعني مجرد كلام بيتقال عن السفر الفترة دي، بس في شوية امور يعني معطلاك مخلياك ان انت مش قادر تاخد ايه الخطوة دي، بس ان شاء الله هتاخدها الفترة اللي جاية. في شغلك خلي بالك، لان انت
في شوية مشاكل عندك انت بتواجهها من الواضح، في مشكلة صعبة جدا 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 انت فيها وحاسس ان المشكلة دي ملهاش حل، بس انا عايزة اقولك ان المشكلة دي بإذن الله هيكون فيها حل ليك. ويعني انت يعني ما شاء الله عليك، شايفاك مجتهد في شغلك، شايفاك عايز توصل لحاجة معينة في قلب شغلك، مركز قوي في قلب شغلك، بس في نفس الوقت في ناس مركزة معاك وفي ناس بتحقد عليك وفي ناس يعني عايزاك تخلي بالك منهم، لان هم دول سبب المشاكل اللي بتحصل معاك في الشغل. فخلي بالك من نقطة زي كده يا برج الحمل. على العموم اي مشكلة او اي خلاف يحصل معاك الفترة دي هيعدي معاك باذن الله على خير، ماشي. لو ليك فلوس عند حد باذن الله هترجع لك يا برج الحمل. لو في قضية عندك ممكن يعني تتأجل شوية، بس في الاخر باذن الله هيكون عندك نصرة. في اعتذار جاي لك من شخص على فكرة يا برج الحمل، الشخص ده غلب في حقك او ممكن يكون ظلمك او جه عليك او خد حق منك، يعني عافية كده. شايفة بالنسبة للناس اللي بتشتغل في السوشيال ميديا باذن الله عندكم شهرة باذن الله وعندكم نجاح. في شيء كمان انتم عندكم في نجاح ممكن تكونوا بتدرسوه الفترة دي، ممكن يكون دراسة او ممكن تكون انت يعني بتتعلم مهنة جديدة او بتتعلم يعني بتاخد كورسات او حاجة زي كده يا برج الحمل. فان شاء الله امورك كلها هتكون بخير، بس خلي بالك على فكرة عشان انت محسود من طوب الارض، انت محسود من طوب الارض. حسد كتير، والحسد مأثر عليكم مخليكم الفترة دي شوية يعني في حركة عندكم، وشوية تحسوا ان انتم كسلانين، شوية تحسوا ان انتم في خمول، شوية تحسوا ان انتم مش قادرين تروحوا في حتة، عايزين تناموا على طول. فاكشفوا على نفسكم كمان، يعني المشكلة مش مشكلة حسد بس، لا اكشفوا على نفسكم برضو، ماشي. اكشفوا على نفسكم صحيا، لان ممكن يكون الضغط برضو عندك هو اللي عامل فيك كده على فكرة، هو اللي مخليك مش قادر ان انت يعني تاخد خطوة في امورك، او مخليك كسلان او خملان او يعني همدان جسمك همدان بمعنى اصح. فاكشف على نفسك يا برج الحمل، ماشي. بعض الطاقات منكم انتم في علاقة، والعلاقة اللي انتم فيها دي الشخص ده خطواته من ناحيتكم بطيئة 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 بطيئة، يعني انت مش عارف بصراحة يا برج الحمل تعمل ايه مع الشخص ده. فبالتالي العلاقة عاملة ازاي؟ العلاقة فيها توتر، بيبقى فيها مشاكل، فبالتالي بيحصل خصام، فبيحصل بعد، فبيحصل رجوع. فالعلاقة شكلها عامل ازاي؟ العلاقة عندك يا برج الحمل اون اوف كتير على فكرة. العلاقة دي شايفاها بالنسبة للعزاب بتنطبق اكتر على فكرة. فعامة في ناس كتير منكم عزاب، من الواضح ان انتم تعبانين قوي في علاقة، والعلاقة دي يعني مش هي دي يعني اللي هي المفروض تستمروا فيها يا جماعة. انت ممكن تكون متعلق بالشخص ده، ممكن تكون بتحب الشخص ده، بس للأسف يعني الشخص ده مشاكله كتير في العلاقة دي وبيعمل لك مشاكل، وفي خلافات كتير بتكون ما بينكم على فكرة. فخلي بالكم من نقطة زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. في بشرة حمل عندكم على فكرة، اصحاب برج الحمل عندكم بشرة حمل. في كمان ممكن مواليد هتتولد الفترة دي بإذن الله على خير. شايفة كمان ان انت لازم تخلي بالك من ولادك، وحاول ان انت تقرب منهم، لان بعض الطاقات منكم في حد من ولادكم يا جماعة نفسيته يعني ممكن تكون تعبانة او عنده مشكلة. يعني حاول ان انت تقرب من ولادك عشان لو عندهم مشاكل تقدر ان انت تحلها لهم يا برج الحمل. خلاص، ده بعض الطاقات المتجوزين برضو انا شايفاكم انتم الفترة دي يعني بتحاولوا ان انتم يعني ايه، لو في مشاكل او خلافات بتحاولوا ان انتم تصلحوها، او بتحاولوا ان انتم تقربوا من الشريك نوعا ما. بس من الواضح يا حمل ان انت عصبي جدا 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 جدا، بس ده مش جايلك من فراغ، ده جايلك بسبب الشريك نفسه، لان الشريك نفسه هو كمان بيتعصب عليك. انت معاك شخص عصبي برضو، فانتم الاتنين عصبيين، فما شاء الله عليكم يعني في المشاكل. يعني بصوا
انا مش عارفه يعني المواجهه بتاعتكم شكلها ايه، او مش عارفه الاقي لكم كلام، بس في عصبيه عندكم جامده قوي انتم الاتنين على فكره، وفي ضغطه انتم فيها. خلي بالك يا برج الحمل، ممكن يكون شريكك عنده مشاكل على فكره، المشاكل دي هي اللي ضغطاه وهي اللي معصباه وهي اللي مخلياه يتنرفز معاك على الكبيره والصغيره الفتره دي. ممكن يكون عنده مشاكل في شغله، في ماديات، عليه ديون، عنده مشاكل معينه مع الاسره، اهله بيقابلها، فهي اللي معصباه، فبالتالي هو محطوط تحت ضغط نفسي. ماشي، فخلي بالك من نقطة زي كده، او عليه ديون عايز تسدها، فخلي بالك من نقطة زي كده. يعني حاول ان انت يعني تكسبه ليك، يعني ما تخلوش ينفر منك يا برج الحمل. ماشي، انت كده كده بقولك يعني من بداية الفنجان كده، وانا شايفة دلوقتي الرموز بتاعتكم، شايفاكم انتم زي ما قلت لكم بتحاولوا تحلوا مشاكلكم وخلافاتكم، بس برضو يا برج الحمل انت يعني متحمله جامد وغصب عنك لما بتتعصب، غصب عنك لما بتكون يعني بتوصل معاه المرحله ان انت تتنرفز عليه. فانا عامه انا شايفه ان انتم الاتنين بتحبوا بعض، فحاولوا ان انتم تحافظوا على بعض، وحاولوا ان انتم تحلوا مشاكلكم بكل هدوء، وحاولوا ان انتم ما تدخلوش اي حد ما بينكم في المشاكل بتاعتكم، لان انتم عندكم على فكره في اطراف ثالثه او في طرف ثالث معين كده مش كويس على فكره. ممكن اخت، حد كده انا شايفاه قريب، ده بقى ايه اللي بيعمل لكم المشاكل، ده بقى اللي بيسخن المشاكل والخلافات عندكم اكتر، وبيخليكم انتم مش طايقين بعض وبتتعصبوا على بعض. فخلي بالكم من حاجه زي كده. انت ظاهر لي يا برج الحمل ان انت مضغوط قوي، والضغطه اللي انت فيها هي اللي معصباك، وبمعنى صح الضغوط اللي عليك والمسؤوليات، وان انت قايم بكل واجباتك لوحدك ومش حاسس ان شريكك معاك بمعنى اصح بيساعدك او مهتم او حتى بيقول لك كلام حلو، هو ده اللي بيخليك ان انت يعني اعصابك يعني تتنرفز شويه مع شريكك، وهو ده اللي بيخليك ان انت يعني ما تتحملش منه كلمه بمعنى اصح. بس عامه في الاول وفي الاخر بالنسبه للمتجوزين خلي بالكم من نفسيكم، لان انتم في مواجهه عنيفه بصراحه، او مشكله هتحصل عندكم، والمشكله دي هيكون فيها طرف ثالث زي ما قلت لكم، هي واحده ست على فكره، فخلي بالكم من نقطه زي كده. بس باذن الله المشكله دي هتنحل على خير يعني عامه. ماشي، بالنسبه بقى للمنفصلين منكم، العند ثم العند ثم العند، في عند عندكم، انت عايز ترجع للشخص اللي انت انفصلت عنه، بس في عندك عايز هو اللي ياخد الخطوه، وهو بيبادلك نفس الشعور على فكره، هو كمان عايز يرجع بس عايزك انت اللي تاخد الخطوه. وكل واحد فيكم شايف ان التاني هو اللي غلب في التاني، فهو اللي لازم ياخد الخطوه، وهو اللي يجي يعتذر، وهو اللي يعني ايه اللي يصلح العلاقه بمعنى اصح. طيب بص، انا عايزه اقول لك على حاجه. الشخص ده هو حاليا في طرف ثالث في حياته، ممكن يكون حد من اهله او حد هو على علاقه بيه على فكره، والحد ده او الشخص ده او الطرف الثالث ده اللي معاه هو اللي مانع الرجوع، هو اللي مانع الرجوع. بس ده مش معناه ان الشخص ده مش بيفكر فيك وان الشخص ده مش بيحبك، لا الشخص ده بيحبك وبيفكر فيك وعايز يرجع ليك النهارده قبل بكره، بس انا شايفه ان الرجوع فيه طرف ثالث، والطرف الثالث ده هو اللي بيخليكم تعملوا مشاكل كتير مع بعض، وهو اللي خلى عندكم انفصال اساسا. بص عامه يا برج الحمل، بص هو في صلح ما بينك وبين الشخص ده، بس خلي بالك لاني برضو هيكون يعني في مواجهة ما بينك وما بينه جامدة، وفي عتاب جامد، وبإذن الله ان شاء الله في صلح عندكم. يعني انا باختصار الرموز بالنسبة للمنفصلين بإذن الله انتم عندكم صلح على خير بإذن الله. ماشي، العزاب بقى برضو خلي بالكم عشان في عزاب كتير منكم ظاهرين ليا. يعني بصوا انتم عايزين تحرروا نفسكم من علاقة، لان في علاقة انتم انجرحتوا منها قوي، او بالفعل انتم حررتم نفسكم من علاقة وخرجتوا من العلاقة دي على فكرة، بس خارجين منها وانتم مصدومين، خارجين منها وانتم
ما عندكمش ثقة ولا امان في اي حد على فكرة، ولا عندكم استعداد ان انتم حتى تدخلوا حد جديد حياتكم على فكرة. فانا شايفاك انت ايه يا برج الحمل، انت شخص مصدوم، وما زلت برضو متعلق بالشخص ده اللي هو مش كويس، اللي هو نفسيا. بص يا برج الحمل، الشخص ده لو انت وهو بعيد عن بعض دلوقتي بالنسبه للعزاب هيحاول ان هو يرجع لك تاني، والشخص ده جرحك قوي، وارجع اقول صدمك قوي، فبلاش ان انت ترجعه حياتك تاني افضل واحسن ليك. ماشي، دي نصيحه مني ليك. في شخص جديد هيدخل حياتكم، في شخص جديد انتم هتتعرفوا عليه على فكرة، وممكن يكون دخل حياة ناس كتير منكم. الشخص ده ممكن يعني تتعرفوا عليه عن طريق حد او في مناسبة، او ممكن يكون تتعرفوا عليه في سفر، يعني حاجة زي كده، يعني هتقابلوه صدفة بمعنى اصح. الشخص هيحصل ما بينك وما بينه اعجاب، فيا ريت تكون مع الشخص الجديد افضل واحسن. خلي بالك يا رجل برج الحمل، لان انت عندك انكشاف، شريكك شاكك فيك ان انت معاك طرف ثالث، فخلي بالك هتنكشف. فخلي بالك من نقطة زي كده. انت بتحاول يعني ان انت تبعد عن الطرف الثالث، بس للاسف انت مش عارف، لان الطرف الثالث هو جذبك ليه قوي قوي. فخلي بالك شريكك هيشك فيك وهيقفشك، وهيبقى في مشاكل عندكم جامدة وانت مش قدها. وحاول حتى لو انت بقى رجلك جت في العلاقة وانت يعني مرتبط دلوقتي باتنين ولا متجوز اتنين، حاول ان انت تعدل. طيب حاول ان انت تعدل، ماشي؟ نصيحة مني ليك. اصحاب برج الحمل، في رزق حلو جاي لكم باذن الله على خير ان شاء الله، هتفرحوا بيه كمان. خلي بالكم من نفسيكم. ده كان فنجانكم، بتمنى يكون منطبق على اصحاب برج الحمل. عايزة اصحاب برج